ابدعتي ابدعتي اليوم غير شكل. من صدر دجاج واحد كميه تكفي العائله كلها. ما هو انا حالي من حالك، عندي صدر دجاج واحد ومش عارفه شو بدي اعمل فيه. طب ما تيجي نجيب خبز حمام ونعمل فيه كميه تكفي العائله كلها. صفوا لي كل المطاعم على جنب يا جماعه، شكرا لحد هون. ورح نعمل اطيب سندويشات، اشي من اللي بشتهيه قلبكم، بدون فزلكات كتير، بدون مكونات مش متوفره عندك بالبيت. رح نعملهم بطريقه بتشهي القلب وما بياخذوا معك وقت في التحضير، يا دوبك 10 دقائق ربع ساعه بالكثير بكونوا جاهزين. هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه مع بعض خلال فيديو اليوم. احبائي بتمنى ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى اكسب اجر انا وانتم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو لحتى دائما جديد الصفحه يوصلكم مني اول باول. ولو حابين تحتفظوا بهالوصفه العظيمه بتمنى تاخذوها مشاركه على صفحاتكم. ونقول بسم الله ونبدا باطيب سندويشات تكفي العيله كلها. شوفوا احبائي شو رح نعمل. رح اخذ صدر الدجاج تمام وبضغط عليه من هون عشان ينقطع معي كله بمستوى واحد تمام، وبعمل هيك. وممكن على فكره تجيبوهم من عند تاعون الدجاج مقطعين برضه بيمشي الحال، بس لانه انا بدي اعملهم اسماك اطيب وصفه اليوم تمام، فبحب انا اقطعهم بايدي. طبعا الدجاج عندي منظف وما احلى. شوفوا شو رح اعمل. رح اخذ الدجاج تمام واقطعه ولكن سميك، مش مثل ما بنقطعهم للشاورما بهذا الشكل تمام. رح اخلص كليات الكميه بنفس الطريقه. خلصت كليات الكميه، بس اذا بيطلع عندكم هذا جزء هيك فيه عظمه تخلصوا منه تماما تمام. والمفروض الدجاج عندكم يكون بهذا السمك، ما ترفعوها اكثر من هيك بيطلع كثير اطيب تمام. حطيته احبائي بطبق، رح اضيف عليه معلقتين 3 من الزيت النباتي مش اكثر من هيك. رح اضيف عليه معلقتين كبار من اللبن الزبادي تمام اللي هو نفسه الرايب او اليوغورت. عليه معلقتين كبار من الماسترد اللي هو نفسه المستردة او الخردل او معجون الخردل، انتوا كيف ما بتسموه اكتبوا لي بالتعليقات شو بتسموه ببلدكم. عليه حبة البركة بينقلها لمكان تاني تمام. على واحدة مش رح اكتر. رح ضيف فلفل اسود، ضيف الملح، رح ضيف معلقة كبيرة من بودرة بصل، معلقة كبيرة من بودرة ثوم، معلقة صغيرة مليانة من البابريكا الحلوة، معلقة كبيرة مليانة من الخل الأبيض تمام. شكرا لحد هون. شوفوا احبائي لو عندكم وقت انقعوهم شي ساعه ساعتين من قبل بيوم، ولا احلى ولا اطيب ولا اروع من هيك. ما عندكم وقت تمام فيكم تستخدموهم بعد نص ساعه بس، حتى هيك انسجه الدجاج تتغلغل بكل هالتتبيله اللي ضفناها تمام. نقعناهم احبائي شي ساعه زمن تمام، يعني حتى انا اقل ما نقعتهم كثير. شو رح اعمل؟ رح اجيب صينيه تمام وابدا اني اصفهم بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. رح اخلص كليات الكميه التتبيله اللي زادت عندي هون تمام، وانزل فيها فوق الدجاج بهذا الشكل. خساره كلياتها حبه بركه وتتبيله طيبه تمام. برضه كمان احنا ما رح نستوي بمي او شيء، وهي اساسا ما بتاخذ معكم وقت بالفرن، يا دوبك نص ساعه. غطيتها انا بورق زبده كيف ما عم بتشوفوا، وكمان صحي اكثر بتستوي معنا بشكل افضل. ورح اغطيها بورق قصدير تمام، وادخلها على الفرن على درجه حراره 200 على الرف الاول من تحت تقريبا نص ساعه، ما بتاخذ وقت كثير لانه كيف ما شفتوا مقطع شرحات. بعد هيك بكشف عليها القصدير وورقه الزبده وشغل الشواي من فوق لياخذوا معي لون اشقر جميل. في جنبهم شويه بطاطا يا عيني بشهوا القلب. طلعتها من الفرن ريحتها بتشهي يا جماعه، بتشهي بالسندويشه. ونفتحها عادي جدا سهله جدا تمام. واقول لكم شو رح نعمل فيها. شوفوا شو بنعمل. ناخذ قطع الدجاج عشان هيك قلت لكم اعملوها سميكه تمام، وبنحط فيها عملنا بهذا الشكل. ومبدئيا لسه ما خلص معنا الفيديو تستعجلوش، رح نحط جبنه موزاريلا تمام
بعد هيك انا رح استخدم الجريل. هلا مش من المفروض انكم تحمصوهم كتير انه ينطبقوا على بعض اشي ومنه. هلا لو مش متاح عندكم الجريل تمام فيكم تستخدموا المقلاية عادي جدا. السندويشات بالمقلة، مقلة تكون غير لاصقة بهذا الشكل اللي واضح قدامكم تمام، وعلى عين الغاز على حرارة متوسطة تمام، وبتضغطوا عليهم بأي اشي، يعني أي صحن تقيل تمام تضغطوا عليهم وبتضلوا رايحين جايين تقلبوا فيهم لياخذوا معاكم تحميصة خفيفة عادي جدا سهل جدا. لسه هلا رح نحط إضافات بتشهي. رح أضيف عليهم مايونيز، معلقة واحدة بس من المايونيز، خس وكمية منيحة من الخس أطيب، عززوها يا جماعة تمام. ذرة، شوي من الذرة هيك اشي بسيط، ومخلل، كم هيك حبة مخلل شريحتين ثلاثة. وأهم مكون اللي رح ينقلها لمكان تاني الصويا، بس ما بنكتر يعني نقطة نقطة يا جماعة، شوفوا نقطة واحدة بس خلاص شكرا. وهيك أطيب سندويشات بيكونوا صاروا معنا جاهزين، في أحلى من هيك يا عيني. وهيك سندويشاتنا بيكونوا صاروا جاهزين يا جماعة، بيشهوا. اسمع بتقدر تعملوا جنبهم سلطة ذرة، سيزر سلطة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، شوفوا شوفوا شوفوا. جد ابدعتي ابدعتي اليوم غير شكل، بدكم تجربوها بتدعوا لي. احبائي هيك بكون خلص معنا الفيديو لليوم، بتمنى انه يكون عجبكم. الف صحه وعافيه مقدما، دمتم بالف خير وباي باي.